يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل هعمل لك فول المدمس لزوم سحور رمضان. انا عارفه ان معظم القنوات عملته، بس انا النهارده عاملاها بطريقه سهله وبسيطه وبدون اي اضافات صناعيه ولا الوان ولا الكلام ده خالص، وحاجه فعلا تفتح النفس ومن الاخر فعلا. وبقول كل التكات الصغيره قبل الكبيره علشان تنجح معاكي الوصفه بفضل الله. بس قبل ما نبدا الفيديو، بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناة موجودة دلوقتي، اوريها لكم واسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعة، تضغطي على عنوان مرة هيظهر لك كلمة المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب الاصفر المميزة. اتمنى تحط لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه ويتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فائده للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بدايه كل فيديو. الوصفه علشان تضمني ان هي تنجح معاكي بفضل الله يبقى لازم تشوفي الفيديو من البدايه للنهايه، علشان طبعا احنا بنقول تكات وتفاصيل جوه الفيديو. طبعا يا ست الكل مش هنقدر نكتبها كلها في صندوق الوصف، علشان يا ست الكل برضو الدنيا غلا، وعلشان الوصفه تنجح معاكي سواء بتشاهدي فيديو لي انا او اي فيديو على اليوتيوب. في تكات وتفاصيل مهمة بتتقال جوه الفيديو، وهي دي اللي بتنجح الفيديو معاكي. ويلا بينا على الوصفة بتاعتنا السهلة البسيطة. مبدئيا كده معانا كيلو من الفول البلدي، مش الفول الزغنطوط خالص كده المجرمس ده، لا ده فول بلدي يا جماعه. بيبقى الحجم بتاعه متوسط، بيبقى لونه مايل على الخضار شويه. هنقعه بميه، طبعا متحطش ميه كتير علشان طبعا يطرى معاكي. لو انت مستعجله وعايزاه يطرى بسرعه يبقى هتغلي ميه وتحطي عليه ميه مغليه لمده ساعتين 2، هيطرى معاكي بسرعه. لكن انا دلوقتي هنقعه من بالليل لحد الصبح، على يعني زي ما انت يعني حابه اعملي يا ست الكل، مفيش مشكله. بس اهم حاجه حط ميه كتير علشان هو بيفنش كده وبيشرب ميه كتير. بعد ما مر عليه ليله كامله زي ما انتم شايفين كده، هبدا اتخلص من ميه النقع دي، لان ميه النقع بتاع البقوليات دي يا جماعه بتبقى مضره جدا، لازم تتخلصي منها. يعني اي بقوليات انت بتنقعيها، سواء بقى فاصوليا ناشفه او لوبيا او حاجات من دي، لازم تتخلصي من ميه النقع. بعد كده معايا ميه بتغلي على النار زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ هنزل بالفول عليها بعد ما غسلته غسلة كويسة كده. ويعني استبعدت اللي هي الفولاية الصغيرة اللي بتبقى مجرمسة كده ومكرمشة دي، تستبعديها تماما. يعني هتنقيه الأول قبل ما تغسليها ست الكل. بعد كده بنزل في المية زي ما انتم شايفين كده. انا بقولك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيدة جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت ان شاء الله يكون وجه مبتسم، هيبقى كده من ايدك زي العسل وزي السكر. والف الف شكر على الكومنتات والدعوات من اجمل اخوات في الدنيا، علشان هي الكومنتات دي فعلا هي اللي بتفتح نفسي للشغل. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اجمل واغلى متابعين في الدنيا واخوات كمان، يعني مش مجرد متابعين، انتوا اخوات بصراحة. ونرجع الفيديو بتاعنا. معنا ربع كيلو من الفول المدشوش ده يا جماعه اللي هو الفول المتقشر، غسلاه كويس قوي من غير نقع ولا حاجه، وبدات انزل عليه بالفول على الفول. ومعانا حبتين من الطماطم متوسطين بشرهم بشر ناعم، طبعا متخلصه من القشر بتاعهم، وهبدا انزل عليهم. كل الحاجات بتاعتنا طبيعيه. ومعانا ليمونه كامله وهبدا اعصرها. طيب حد هيقول لي الليمونه دي فايدتها ايه؟ الليمونه دي يا جماعه بتمنع الاكسده بتاع الفول، لان الفول اصلا لونه بيغمق، فاحنا بنحط الليمونه دي علشان لون الفول ما يغمقش معاكي. وهبدا اسيبه يغلي. اول ما يغلي على النار العاليه كده بس لمده 5 دقايق، هبدا احطه على نار هاديه جدا، يعني نار كده شمعه، ما ينفعش اعلي نار عاليه يا جماعه. في الوقت ده طبعا الحله حسيت ان هي ضيقه شويه، فانا هنقله دلوقتي في حله كبيره، لازم يكون حله واسعه علشان ياخد براحه في الغليان. اما اجي ازيده بميه يبقى لازم ميه مغليه، ما ينفعش تزيديه بميه ساقعه. حد هيقول لي ليه؟ هقول لك يا ست الكل، لو انت زيتيه بميه ساقعه حبه الفول هتجرمز معاكي ومش هتستوي، يعني القشره بتاعتها هتجلد ومش هتستوي. لازم تزوديه بميه سخنه. عندك كده كوبايه بتغلي على النار، تسخني ميه، ولما يعوز ميه تزودي له ميه بتغلي زي ما انتم شايفين اهو. بدات ازوده ميه اهو. اهم حاجه نار هاديه جدا، ما ينفعش يتحط على نار عاليه يا جماعه، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا بقول لك يا ست الكل عشان تاخدي بالك من النقطه دي. بعد كده نقلته في حله كبيره اهو زي ما انتم شايفين اهو. وبعد كده معايا معلقتين كبار من الصلصه، هبدا انزل بيهم. دي كلها يا جماعه حاجات طبيعيه، ما حطيناش الوان صناعيه. الحاجات دي بتدي لون وبتدي نكهه وبتدي طعم حلو قوي للفول.
زي ما انتم شايفين برضو هغطيه واسيبه يعني من حوالي كل ساعة كده تاخديه تقليبة. شايفين في الوقت ده طبعا هو استوى، بس طبعا المية بتاعته ايه، تحس ان هي صيصة كده وعايزة تبقى تحتاج تبقى سمك، لها سمك شوية يعني تقيلة شوية. هجيب نص كوباية من المية عليهم معلقة كبيرة من النشا، علشان طبعا ادي سمك للمية بتاع الفول ما تبقاش خفيفة. ومعانا معلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا دي يا جماعة حاجة طبيعية. البابريكا دي عبارة عن اللي هو الفلفل الأحمر الحلو، بينطحن، بيبقى بدل ما يبقى بيحرق زي الشطة، لا بيبقى بارد تماما، بس بيدي لون حلو ونكهة حلوة للفول. وطبعا حاجة طبيعية مش صناعية خالص، مش مضر أبدا. بعد كده بقلبه واروح على الفول انزل بيه. بس اهم تكايه يا ست الكل، وانتي بتنزلي بالنشا لازم تقلبي على طول. ما ينفعش تنزلي بالنشا وتسيبيها من غير تقليب. لو عملتي كده النشا هتجرمز معاكي ومش هتخطر في الفول، وهتلاقيها تعملك كتل. اول ما انزل بين النشا على الفول ده تقليب مستمر لحد ما يغلي، وبعد كده ايه هدي النار واسيبه بقى نص ساعه. وبالفعل استوى معايا، بس بسيبه نص ساعه ياخد ويدي مع نفسه كده علشان النشا تتخطر في الميه بتاع الفول. زي ما انتم شايفين اهو هو استوى معايا. طبعا النشا بترقد لو سبتيها شويه، فعند ما تيجي ان انت نازله بالنشا لازم تدوبيها برضو في الكوبايه قبل ما تنزلي في الفول. شايفين انا ايد بتقلب وايد بتصب علشان طبعا ما يعملش تكتلات معايا. خلي بالك يا ست الكل، انا بقول لك على كل التكات ده فول سحور رمضان مش اي فول يعني، لازم نتوصى بيه. فخلي بالك من التكات والتفاصيل دي. شايفين اهو بقعد اقلب كده لحد ما يغلي كويس كده، وبعد كده اهدي النار خالص واسيبه بقى ايه حوالي نص ساعة يغلي مع نفسه كده. في الوقت ده طبعا بيبقى هو خلاص استوى وهتشيليه. طيب في تكات مهمة هقولك عليها. طيب يا ست الكل، اول ما تطفي النار عليه على طول احنا هنكيسه وهنحطه في الفريزر. طيب هنكيسه ونسيبه يبرد، طبعا مش هنحطه في الفريزر وهو سخن. ليه انا بقولك هنكيسه على طول مش هنسيبه يبرد؟ لان يا ست الكل لو انت سبتي الفول برد معاكي بيعمل طبقة كده على الوش غامقة، فلازم تكيسيها على طول عشان ما يعملكيش الطبقة اللي على الوش دي. طيب نيجي نختبر بقى، نعمل اختبار على الشوربة نعمل اختبار للفول كده ونجيب طبق فول زي الفل زي ما انتم شايفين. صراحة طعم وريحة وكل حاجة حلوة. معايا دقة الليمون المعصفر بقى، جبت شوية شطة من اللي هم على الليمون المعصفر دول. تخيلوش يا جماعة الفول مع الليمون المعصفر لما تحطيه عليه كده وتضربيهم في الكبة بيبقى طعمه فوق الوصف. وزي شوية زيت زيتون كده. وتعالوا بقى كلوا وادعولي بقى على الجمال ده كله. شايفين شوية كمون وشوية ملح كده، وكلي بقى واشبعي يا ست الكل. حاجة فعلا من الآخر. لا تقولي لي فول عربيات بقى ولا محلات ولا الكلام ده خالص. الفول بتاعنا يعني ضامنينه وعارفين احنا حاطين ايه فيه ايه بالظبط. شايفين زي الزبدة بالظبط. زي ما قلت لك بقى هنبدأ نكيسه زي ما انا قلت لك اهو وهو سخن. لازم تكيسيه وهو سخن عشان ما يعملكش الطبقه اللي على الوش اللي انا بقول لك عليها غامقه. وهتسيبي الاكياس لما تبرد خالص تبداي تحطيها في الفريزر على قد طبعا ما انت ايه حابه الوجبه بتاعتك تحطي قد ايه. واسيبكم في رعايه الله وامان، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.